السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة الكورة، ولو لسه مش مشترك معانا قبل ما نتكلم تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان نبدأ مع بعض. ويلا بينا نبدأ دلوقتي. هقول لكم اكتر 10 لاعبين في التاريخ حققوا بطولات من المركز العاشر للمركز الاول. في المركز العاشر معانا رايان جيجز، اسطورة مانشستر يونايتد واللاعب الويلزي المعروف جدا 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 جدا، واكتر لاعب صانع اهداف في الدوري الانجليزي. رايان جيجز حاصل على بطولات عددها هي 36 بطولة، ولو جينا حسبناهم هنلاقيهم هم بطولات السير أليكس ما عدا فترته في اسكتلندا وما عدا اخر سنه الجيجز لانه ما حضرهاش مع السير أليكس، فهم هيبقوا بواقع 13 دوري انجليزي وكان بطوله تانية حواليهم. في المركز التاسع ومتساوي مع رايان جيجز بس لسه بيلعب لحد دلوقتي هو الأسطورة الفرنسية لاعب ريال مدريد الرقم 9 الحكومة كريم بنزيما. كريم بنزيما هو لاعب من طراز رفيع، حصل على انتقادات كتير بس قدر في الآخر يقنع الناس بموهبته وياخد الكرة الذهبية ويحقق دوري الأبطال بعد رحيل رونالدو، اللي هي كانت أصعب دوري أبطال بتعدي على النادي لأن هي كانوا محتاجين يثبتوا فيها نفسهم. بنفس الرقم يعني معاه 36 بطولة متقسمين على كل البطولات، سواء بقى دوري ابطال، دوري اسباني او كأس ملك اسبانيا او حتى سوبر اسباني. في المركز الثامن وبرضه متساوي معاهم هو اللاعب النمساوي، تقريبا ما دام قلت النمساوي انت عرفته، لاعب بايرن ميونخ ولاعب ريال مدريد الحالي، هو ديفيد ألابا. ديفيد ألابا لاعب النمسا بطولاته كلها معروفة ولا واحدة دولية لأن النمسا ما حققتش أي بطولة دولية، لكن معظم بطولاته اللي قضاها في بايرن ميونخ وجي ريال مدريد حقق بطولات برضه، فبقى معاه 36 بطولة ما بين دوري ألماني، دوري أسباني، كأس ملك أسبانيا، كأس ألمانيا، سوبر ألمانيا، سوبر أسبانيا، دوري أبطال أوروبا مع ناديين. في المركز السابع يأتي أسطورة مصرية. أسطورة مصرية ده بجد ده بجد، لأن معانا في المركز السابع إبراهيم حسن، الباك اليمين التاريخي لمنتخب مصر واللي لعب في أندية كتير أهمهم الأهلي والزمالك، وليه تجربة احتراف في البرتغال، بس بطولاته كلها أو 99% من بطولاته كانت مع الأهلي والزمالك لو ما حسبناش بطولات منتخب مصر. ابراهيم حسن حقق الدوري المصري مع الناديين، حقق دوري ابطال افريقيا مع نادي الاهلي، وغير كده كمان حقق بطولة دوري ابطال افريقيا مع الزمالك برضه، ولكن اغلى بطولة اعتقد في تاريخه هيفتكرها هي بطولة افريقيا لمنتخب مصر. في المركز السادس وبنفس الرقم بس مش هقول لك بعدين ليه مش هو اللاعب ماكسويل. ليه ماكسويل؟ لان ماكسويل مين اصلا؟ ماكسويل اللي محدش يعرفه ان ماكسويل هو اللاعب الوحيد اللي زامل ابراهيموفيتش في اي حته يروحها في اوروبا. لعب معاه في اياكس، لعب معاه في الميلان، لعب معاه كمان في برشلونه، فهو كونه لعب في الميلان في اياكس في برشلونه هو كان بيحضر كل حته فيها بطولات. ده غير انه ما حب يجرب مشروع جديد، جرب باريس سان جيرمان، فكده معاه من البطولات كتير جدا من كل فرقه راحها في عزها وفي مجدها، خد معاها البطولات اللي يتمناها اي شخص، فوصل رصيد بطولات اللاعب الدولي البرازيلي ماكسويل الى 37 بطولة زي ابراهيم حسن في المركز السابع، ده في المركز السادس. اما في المركز الخامس بيجي معانا واحد من اساطير نادي برشلونة واللي حضروا العصر الذهبي وقدر يقعد وقت طويل جدا 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 وياخد بطولات كتيرة جدا جدا جدا، وهو الاسطورة الاسبانية قلب الدفاع جيرارد بيكيه. جيرارد بيكيه مش بس خد بطولات في برشلونة، اللي محدش يعرفه ان هو بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون بجوار اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو، يعني زامل كريستيانو وزامل ميسي، فمعاه من البطولات اللي تكفي فرق مش تكفيه لوحده. معاه بالظبط 38 بطولة ما بين دوري أبطال أوروبا، دوري أسباني، كأس ملك أسبانيا، من غير إنه محقق السداسية التاريخية، يعني محقق سوبر أسباني ومحقق كمان السوبر الأوروبي، يعني ما سابش بطولة غير إما خدها. أما نيجي بقى في المركز الرابع، وقلت لك مش هو، هقول لك هو بعدين ليه، لأن في المركز الرابع هو حسام حسن. هتقول لي إزاي حسام حسن معاه بطولات أكتر من إبراهيم حسن؟ مش هما توأم؟ هقول لك الطبيعي ان هما توأم ولعبوا مع بعض في كل حتة واعتزلوا سوا؟ لا،
لعبوا في كل مكان سوا، مش بالظبط، لان حسام حسن كان بيروح المنتخب بعد ما ابراهيم حسن اعتزل، فمعنى كده ان هو حاضر بطولة 2006 زيادة عن ابراهيم حسن. ده غير انه حاضر بطولة كمان زيادة عن ابراهيم حسن، لانه هو مسيرته طولت لحد سن 40 او 41 تقريبا، فخد كل البطولات اكتر من ابراهيم كمان. يعني كل اللي حكيناه عن ابراهيم خده زائد بطولتين كمان، ليصبح مجموعه 39 بطولة في المركز الرابع. يأتي في المركز الثالث معانا برضو واحد من أساطير نادي برشلونة التاريخيين، وهو أسباني الجنسية، ومحقق كل حاجة مع منتخب إسبانيا، ومحقق كل حاجة مع فريقه برشلونة. غير كده هو صاحب هدف نهائي كأس العالم 2010 أمام المنتخب الهولندي، أكيد أنت عرفته. أكيد أندريس إنيستا في المركز الثالث، صاحب 40 بطولة طبعا، ما بين كأس ملك إسبانيا، سوبر أسباني، دوري أبطال أوروبا كذا مرة، كأس العالم، اليورو، محقق أي حاجة تتخيلها، دوري أسباني، محقق كل حاجة. فده اللي مخليه في المركز الثالث ب40 بطولة. ووصلنا للمركز الثاني ووصافة العالم في البطولات، فبتروح للاعب اللي قالك دايما كان هو رقم واحد في المكان ده، محدش عارف ينزله، بس نزله بقى في المركز الثاني، البرازيلي المبدع الساحر الفنان اللي كان من اساطير برشلونة برضو. اي حد حضر برشلونة في الوقت ده لحق يعمل عدد بطولات محترم جدا جدا جدا، زي بيكي، زي نيستا، زي اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو داني ألفيش الباك اليمين لفريق برشلونة السابق والبرازيلي المعتزل. داني ألفيش هو لاعب حقق كل حاجة تتخيلها إلا كأس العالم اللي ملحقش يحققه. يعني راجل معاه كوبا، مع دوري اسباني، مع سوبر اسباني، مع دوري ابطال اوروبا، مع كاس ملك اسبانيا، مع الدوري الفرنسي، مع السوبر الفرنسي، مع كاس فرنسا، مع كاس في ايطاليا مع اليوفي، مع الدوري الايطالي مع اليوفي، مع كل حاجة، كل حاجة تتخيلها إلا كأس العالم هي اللي استحصت على داني ألفيش فقط، لأنه ما كانش في أحسن جيل في البرازيل، وده بيخليه معاه 43 بطولة بالتمام والكمال في المركز الثاني. لننتقل إلى صاحب المركز الأول، الأسطوري التاريخي الرياضي العظيم العملاق، اللي انت عايز تقوله عليه قوله، كده كده مهما مدحت في وصفه فتجد نفسك مقصر في كرة القدم، لأنه هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم زي ما بتقولوا عليه أو كلنا بنقول عليه. هو زي ما بيقولوا معزة، زي ما بيقولوا اللاعب التاريخي، صاحب كل شيء في كرة القدم، سواء بطولات أو إنجازات فردية أو أرقام فردية أو أي حاجة. هو ليونيل ميسي. ليونيل ميسي صاحب المركز الأول كمان في البطولات، حقق كل حاجة كل حاجة، مش هعدهم لك بسهولة كده، أنا لازم أجيبهم لك من تحت لفوق تعرف معاه كام بطولة. في آخر الفيديو هقول لك خد كام بطولة بالتفصيل. نبدأ في فتراته الغير معروفة للجميع أو الغير مهمة للجميع، هي انتر ميامي، هي بطولة كأس الدوريات الامريكي مع نادي انتر ميامي، ودي البطوله الوحيده في تاريخ انتر ميامي حققها معاهم ميسي. نيجي بقى لباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان حقق معاهم 3 بطولات، الدوري الفرنسي مرتين، وواحده كاس الابطال في فرنسا او كما يسمى السوبر الفرنسي. لو جيت تعد في برشلونه حدث ولا حرج، برشلونه حقق معاهم 10 دوري اسباني، و7 بطولة كأس ملك اسبانيا، و8 سوبر اسباني، و4 دوري ابطال اوروبا، 3 كأس العالم للأندية، و3 زيهم السوبر الاوروبي. يتفضل ايه؟ طبعا يتفضل اغلى بطولات في حياة ليونيل ميسي كما وصفها هي بطولة كأس العالم، وهنضيف عليهم كمان البطولة الغريبة اللي اقامت بين بطل اوروبا وبطل امريكا، هي بطولة الفيناليسما. معاه واحدة من الفيناليسما ومعاه 2 كوبا امريكا، عشان يعلن ميسي ان هو متربع على عرش كرة القدم بالبطولات ب45 بطولة، في كرقم قياسي صعب قوي 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 حد يكون هيكسره في القريب او في البعيد كمان، لان ده رقم مستحيل يتكسر بسهولة. بس كده هو ده كان الفيديو معانا، هو فيديو طويل انا عارف معلش، بس لو حابب تشوف اكتر او تعرف اكتر عن كرة القدم متنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ويا رب تكون وصلت لاخر الفيديو، والسلام عليكم.